السيد الرئيس، السيدة الدكتورة أمينة الحجري نائبة المدير العام للتسويق والمدير العام المساعدة بلغة الخدمة المشتركة، أيها السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، السادة البرلمانيون المحترمون، السادة السفراء، ممثلي القطاعات الحكومية، ضيوف الأجانب من كرواتيا، الضيف الخبير من بريطانيا، لكم جميعا بمناسبة هذا اللقاء العلمي البحثي التأمل العميق، لكم مني كل معاني التقدير والاحترام على استجابتكم للدعوة والحضور لهذه اللحظة الاحتفالية بنفس الاستمرار والعطاء والتجديد الذي تعاقدنا عليه مع أعضاء اللجنة الوطنية برئاسة الأستاذ إسماعيل العلوي، اللي كنجدد ليه المناسبة ولأعضاء اللجنة كامل التقدير والاحترام على الملحمة التي صنعوها والتي رأيت فقط في حوالي 12 دقيقة ما أنجز كنافذة صغيرة خلال سنة كاملة من العمل المتصل والمضني والمنهك من 13 مارس 2013 إلى 21 مارس 2014، والحفل الختامي كان في 15 مايو 2014. هذه الملحمة الوطنية الحوارية التاريخية أثمرت تفاعلا على كافة المستويات، فكانت الاستجابة الملكية الكريمة والحكيمة بتكريس مجلس الاعتبار لمنظمات المجتمع المدني مع تكريس الدستورية للحقوق والحريات باعتبار هذا اليوم الوطني يوما وطنيا للمجتمع المدني. وكان في البلاغ الدولي الملكي يعني رسائل واضحة في جعل هذا اليوم مناسبة أولا الاحتفال عبر استعراض كل هذا العطاء الجميل لمنظمات المجتمع المدني في تاريخ الوطن قديما وحديثا ومستقبلا، داخل وخارج أرض الوطن أينما كان المغاربة نساء ورجال وشباب. هذا الاحتفال اليوم يتم بكل الآليات، تظاهرات، فعاليات تبرز هذه الثورة الوطنية، تبرز هذا الكدح الطوعي من أجل خدمة قضايا الوطن والمواطنين، من أجل النهوض في أوضاعهم المعيشية وأحوالهم. هذه المساهمات المدنية المتراكمة عبر التاريخ اليوم تاريخ عطائها أثمر هذا الاعتراف المتجدد بيوم وطني بمثابة عيد لهذه الجمعيات والفاعلين والفاعلات في مجال الجمعية.